القصة ديال اليوم ماشي مجرد خيال، هي صدمة حقيقية وقعت في قلب العاصمة ديال الرباط في 2026. القصة كتقول لنا باللي فلوس الحرام عمرها كتبني الدار، وباللي المظاهر تقدر تخبي وراها وحش ادمي ما يرحمكش. وجدوا راسكم، حيت هادشي اللي وقع على رضا والضحايا غادي يخليكم تحلوا عينيكم مزيان في كل خطوة كديروها. بطل قصتنا هو رضا، شاب في 34 عام، خدام سمسار في عقارات في الرباط. رضا كان عايش هاني مع مرته وبنته الصغيرة، حتى النهار اللي تلاقى فيه مع واحد السيد من الجالية عطاه أمانة كبيرة، عمارة فيها شقق فاخرة باش يكريها للناس بالمعقول وبالقانون. ولكن رضا الشيطان لعب ليه في عقله وقال مع راسو: علاش نكري بالشهر، نكري بالليلة بلا وراق بلا صداع، والفلوس كاملة تدخل لجيبي. بدا كيكري الشقق لأي واحد دفع أكتر بلا ما يسول على عقد الزواج ولا البطاقة الوطنية. واحد النهار وقفت طوموبيل كلاس قدام المكتب، نزل منها واحد السيد باين عليه اللعاقة ومعاه منقبة. السيد قال لرضا: بغيت شقة غير هاد الليلة، راني نسيت الوراق وهاك تدويرة سمينة باش تغمض عينيك. رضا غير شاف الفلوس عماه الطمع وعطاهم السوارج ودخلهم للشقة. ما عرفش باللي ديك الساعة كان كيسلم مذكرة إعدام لذاك السيد بيديه. وصل الصباح، رضا بدا كيصوني عليه الكليان باش يخرج، ولكن التليفون كان طافي. مشى كيجري، حل الباب بالساروت اللي عنده، وهنا كانت الصدمة. لقى السيد غارق في الدم من الوارد للوارد ومحطوط بطريقة وحشية كتشوك اللحم، والمنقبة غبرات فص ملح وداب بحال إلا عمرها كانت. رضا في بلاصة ما يبلغ البوليس دار أكبر غلطة في حياته، خاف وحس براسو واحل حيت كاري بلا وراق، وجمع ساكو وهرب لوجده وخلى مرتو وبنتو يواجهوا المصير. ولكن الريحة عطات والبوليس دخلوا على الخط واكتشفوا باللي الجريمة ما هي إلا بداية لسلسلة من الرعب اللي غتزلزل المدينة، وباللي المنقبة ماشي مجرد مرأة، هي شبح كينتقم بطريقة ما كترحم حد. واش رضا هو اللي قتل؟ وشكون هاد المنقبة اللي كتدخل مع الرجال وكتخرج بوحدها والدم في يديها؟ والحقيقة اللي غيوصلوا ليها البوليس فاش غيعرفوا باللي كاين ضحية تاني والثالث بنفس الطريقة. القضية ما بقاتش غير شقة وكرة، ولات قضية رأي عام. البوليس فاش بداو كيقلبوا في مسرح الجريمة لقاو العجب، قراعي ديال الشراب وماكلة ديال جوج الناس وبصمات ديال المرأة على الكيسان. ولكن الغريب هو الوحشية باش تصفات للضحية، لدرجة باللي القاتل كان كيبرد غدا يدو فيه. وفاش البوليس كيسابقوا الزمن وقعت كارثة تانية، لقاو طوموبيل في الخلا وفيها ضحية جديد وبنفس الطريقة ومسروق ومقطع من حوايجه. هذا البوليس داروا خدمتهم وعرفوا باللي عندهم قاتل متسلسل. بفضل الذكاء ديال المحققين وتتبع الكاميرات قدروا يحددوا واحد المنقبة كتبان ديما قريبة من البلايص اللي كيوقعوا فيها الجرائم. طوقوا الفيلا اللي كانت عاد دخلت ليها مع الضحية جديد اللي كان غيكون هو الثالث. فاش دخلوا عليها كانت الصدمة الكبيرة، لقاو مرا في 45 عام، لقاوها هازة جنوي وكتسنى غير الفرصة. في التحقيق المنقبة ما بكات ما شكات، ببرودة الدم خيالية قالت للبوليس: أنا اللي صفيتها ليهم وكنت غنكمل اللائحة. فسولوها على السبب، خرجت السر اللي خباوه سنين. قالت لهم: أنا ضيعت شبابي 15 عام في الحبس حيت قتلت راجلي اللي خانني. فاش خرجت هادي 4 شهور لقيت راسي ضايعة وقلبي عامر حقد على كاع الرجال الخائنين، وليت كندير النقاب باش نغطي وجهي ونصيد الخونة اللي كيدوروا بينا. كنديهم للبركاسات الموت نصفيها لهم وناخد فلوسهم كتعويض على عمري اللي ضاع. النهاية الصادمة، المنقبة تحكمات بالإعدام أو المؤبد المشدد حيث الجرائم ديالها كانت عن سبق إصرار وترصد بالوحشية. رضا السمسار البوليس جابوه من وجده وتحكم بعام ديال الحبس حيث تستر على جريمة وكرا شقق بطريقة غير قانونية، وكانت هي السبب في الفاجعة الأولى. هذه هي النهاية ديال القصة كانت العبرة واضحة، المظاهر خداعة، ماشي كل وحدة دايرة النقاب ملاك، وماشي كل واحد هاز الورق راه ظريف، والطمع في الفلوس الحرام ديما كيوصل للقبر أو الحبس. شنو بان لكم في هذه المنقبة؟ واش بصح الظلم ديال راجلها الأول هو السبب ولا هي مجرمة بالفطرة؟ قولوا لي آراءكم في التعليق.